بسم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم وأمسية كروية جديدة من كرة حافظ. الجمعة ربنا يجعلها جمعة سعيدة وجمعة مباركة عليكم بإذن الله. الجمعة بحب دايما نتكلم فيها سوا كده مع بعض. النهاردة عندنا شوية انفرادات كده، تخص الأهلي وتخص الزمالك، تخص محمد صلاح. فعزيزي المشاهد، أنت على موعد مع المتعة، ولكن في البداية حابب اني انوه على بعض الحاجات اللي النهارده باذن الله هيكون موجوده في، سواء في حياتنا العامه او حتى عن طريق السوشيال ميديا. جميع البرامج اللي على التلفزيون هتكون موعدها متغيره، ده على حسب يعني الهيئه الوطنيه للاعلام في التغيير للبرامج، بس عشان الناس تبقى واخده بالها انه في مواعيد هتتقدم وفي مواعيد هتفضل ثابته زي ما هي. طيب خلينا ندخل في الحلقه بتاعتنا النهارده. وحلقتنا عزيزي المشاهد في البداية مع نادي الزمالك، اللي النهاردة شريك لي في هذه الحلقة هو سموحة. نادي سموحة النهاردة اللي بعت خطاب رسمي للنادي الأهلي انه هو عاوز يستعير او عاوز يشتري على حسب الصيغة اللي هيكون موجود فيها مع النادي الأهلي. عاوز حمزة علاء، وحمزة علاء مرحب. طب مرحب ليه؟ مرحب علشان هو ما بيلعبش، هو شايف ان هو ما بيلعبش، فشايف انه الافضل بالنسبه له ان هو ياخد فرصته خارج النادي الاهلي، خاصه انه مارسيل كولر بيعتمد على محمد الشناوي، بيعتمد على مصطفى شوبير، فشايف انه حمزة علاء ياخد فرصته بره افضل.